تخيلوا معايا بنك تونسي تأسس عام 1879 من أعرق المؤسسات المالية في البلاد. بعد أكثر من قرن من النشاط يغلق أبوابه رسميا في 2022. كيفاش يتحول بنك تاريخي إلى فضيحة دولة تكلف الخزينة مئات الملايين وتحط تونس قدام المحكمة الدولية؟ هذه قضية البنك الفرنسي التونسي أو ما يعرف بالBFT. البنك الفرنسي التونسي مقره كان في قلب العاصمة في شارع الجزائر، كان واحد من أعمدة القطاع البنكي. في 1989 الدولة التونسية قررت تأميم البنك، وهنا بدأ الانحدار. في عهد بن علي البنك تحول لأداة في يد النظام، قروض خيالية تمنح لعائلات نافذة بدون أي ضمانات. تقديرات الصحف تقول أن القروض غير المضمونة وصلت 260 ألف يورو، والنتيجة تراجع قدرة البنك على الاستثمار وتضخم الديون بشكل كارثي. والقصة بالطبيعة ما وقفتش هنا. لا BCI منذ الثمانينات واللي هي شركة كانت تملك نص راس مال هذا البنك، بعد تأميمه الشركة هذه اعتبرت روحها ضحية سلب ورفعت قضية أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمار اللي هو السيردي.